السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا الفيديو المسرب للصوب اللي كانت واخدة مليارات، وكانت المفروض تحل مشكلة الغذاء والأكل. ده حتى يعني من بعد الزيارة ولا بعد أستاذ مبلولي ما مشى ورجالته، ده حتى ما هنش عليهم حتى يطلعوا الطرح. يعني الطرح اللي كان طالع إن كان طماطم فاكهة خيار أو أكته، عشان كل واحد ياخد له قتاية. بس شاطرين بس، وكم مليار استاذ مبلولي تمام كده، وكله من قفانا. وشويه الاستاذ الحلو والطعم حلت امه اللي يقول لك نص فلوس المغترب، نص الفلوس. طب ما تشوف المليارات اللي راحت دي. عايز تعمل راجل، عايز تعمل راجل والناس تسمعك او تعمل لقطة، اطرح سؤال زي ده: المليارات دي راحت فين؟ واهم حاجه محدش يظلم العسكري. العسكري غلبان، محدش يقول لك عسكري بيسرق خراطيم وهو نازل، بيسرق كابلات كهرباء. في حاجه في الجيش اسمها امن الوحده او امن الكتيبه، وغير كده وكده الشرطه العسكريه اللي بتبقى في الطرقات والمحطات والمواصلات. يعني قبل ما يطلع من وحدته الامن بفتش شنطه، وهو جاي من الاجازه الامن بفتش شنطه. يعني يا ريت محدش يجيب سيره عسكري. العسكري طافح الدم. يعني شوفوا الصوب دي اتعملت الا من العسكري. والنظافة في الوحدات ولا في المزارع ولا في أي حاجة، كله على دماغ العسكري. العسكري آخر واحد يتهم بالسرقة. زي ما قلت، في أمن وحدة وأمن كتيبة وشرطة عسكرية، مفيش حاجة بتعدي. وأنا بقول للست العضو المحترم تاني: عايز تعمل لقطة والناس تبصلك، قول بقى على الفيديو ده، على الصوب اللي بقت كهنة حتى ما هنش عليهم يلموا الحاجة الطرح الخضرة اللي كانت طالعة. أقول إيه بس في الآخر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل بس.